سلام البنات، لاباس عليكم؟ كي بقيتو مزيان؟ يا رب تكونوا في تمام الصحة والعافية. اليوم جبت لكم واحد الوصفة زوينة بزاف بزاف وبنينة اللي هي الببوش، يعني بالتفاصيل ديالو والعشوب اللي كيدخلوا فيه. راه وصفة مفيدة بدوك العشوب اللي فيها، كتجي غزالة ورائعة، وراه عندها يعني مراحل باش كيجي زوين وكيجي بنين. وتبعوا معايا الوصفة. وما تنساوش لايك الفيديو واشتراك القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم مني دائما كل ما هو جديد. وبقاو باش تشوفوا ان شاء الله المقادير ديال الوصفة. اول حاجه كاع ملي كنشري الببوش كنحطوه في واحد البرمه او شي حاجه مهويه هكا باش يتنفس، كنكب عليه شي شويه ديال الطحين او الدقيق الابيض. اما كما كتشوفوا انتم كتخرج كتاكل باش داك الشيء اللي فكرش، هذاك التراب وداك اللي كنت راعيه كله كتحطو. هانتوما كتشوفوا مع شويه النعناع باش كتحط كاع داك المسائل اللي كتكون فكرشها كلها كتحطها. هانتوما كما كتشوفوا، وعلى اساس يعني الثمن ديالو في هاد الايام هادي شويه مرتفع. يعني كاين 300، كاين 260، على حساب كل واحد بشحال كيبيع، لان شويه قليل وما كاينش بزاف الصراحه. هانتوما من بعد ما بغيت نغسلو شوفوا شحال خرج ديال الزبل، كاع دوك التراب وداك الحص اللي كان فيه لداخل كله خرجو. يعني بنادم، يعني الانسان كيشرب يعني المريقه زوينه وياكل ديك اللحيمه ديالو ما فيها لا تراب لا حصه لا والو. بالنسبه للغسيل كتغسل على 3 المراحل. هذه المرحله الاولى كاع كيما كتشوف هكا ماما كتغسلو. شوفوا غير الماء يعطيكم الخبر ان يعني راه يعني كنشرب بزاف بزاف، وكلت بزاف ديال الحجر والتراب. هذه الغسله الثانيه كنحطوه هكايا، كنقول بسم الله ونحطوه. كتشوفوا اللون ديالو كيجي غزال في الماء ملي كيصفى عليه. هكا كنبقى نغسلوه هكا غير بشويه. وهذه الغسله الثالثه، هانتوما كتشوفوا الماء صفى عليه ولا زوين. ملي كيصفى عليه الماء ما كيبقاش يحط داك الزبل ديالو، صافي كتعرفوا بان راه مزيان ويمكن لكم طيبوه. هكا كنبقاو نغسلوه بهاد الطريقه هذه كما ما هو موضح. شوفوا تبارك الله كتبقى الحبه على اختها، كيبقى كيلمع. دابا صافي ما خصو حتى شي حاجه، خصو غير يطيب. هكذا كنحطوه يتسقطر في شي كسكاس او شي شبكه حتى كيخرج عينيه، حتى كيخرج كله كيخرج. هكا كنتاكدوا على ان ما كاينه حتى شي وحده ميته لداخل ولا اللي غتخسر لينا الوصفه. كنبقى انا هكا حتى كنكمل ديك الكميه كامله اللي عندي ديال الببوش او الحلزون، كل واحد كيسميه. ها انتم شوفوا انا خليته هنا في الكسكس تخرج كله. هكذا كنتاكد على انه يعني راه طري ومزيان. انا ما قلت لك لا، خصها تزيدها واحد الغسله اخرى. شفت فيه باقي الوسخ، قلت لي عندي دو غسله احتياط وصافي. يعني خرجت لنا في 4 الغسلات. هانتوما العشوب البنات اللي كنحتاجو هنا كنحتاجو قشور الليمون، يعني القرفة، عرق السوس، الحرور، النويويرة، الكمون الصوفي، الزعتر، فليو، الرمان. يعني فيه بزاف 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 ديال العشوب اللي كتصلاح. كنديرو هنا واحد الكميه د الماء، حيت انا عندي غير واحد 2 كيلو ونص ديال الببوش. زدنا عليه واحد نص كاس هكاك ولا 4 كاس ديال الزيت. زدت عليهم انا دوك العشوب، زدت عليهم الملحه، معلقه كبيره ديال الكمون، ومعلقه كبيره ديال الحرور. اللي بغى يزيد الحار يزيدو، اللي ما بغاش هو اختياري. انتما كتشوفوا كله تبارك الله خرج.
وكنخلي البرمه البنات حتى كتغلى كما كتشوفوا حتى كتطلع فيها الغليه. انا ماما ليا واحد الطريقه خاصه، يعني كتقول لي حيت شي كيقول لك حلال شي كيقول لك حرام ما عرفتش، ولكن ماما مسكينه ملي كطيبو كتبقى تقول بسم الله بسم الله على ذبيحه الحلال وكتلوح. الله يحفظها لينا يا ربي ويخليها لينا. هكا كنديروه صافي. هكا كنحطوا ديك الكميه كامله في داك الماء اللي كيغلي، هكذا ما كنعذبوه ما حتى شي حاجه. صافي البنات هنا كنقفل عليه، يعني كنكب ديك الكميه كامله وكنخلي كنكبو كما كتشوفوا وكنخليه كيغلي. كنبقى نحيد داك الكشكوشه اللي كطلع كلها كنحيدها كما كتشوفوا. او اصلا ديجا مطلع الكشكوشه ديالو، ما حدو كيطيب وانا كنحيد ديك الكشكوشه، ما حدو كيطيب وانا كنحيد ديك الكشكوشه حتى كتبقى لنا مريقه صافيه كما كتشوفوا هكا في الصوره. تقريبا خدم معايا واحد ساعتين ونص باش طاب. الريحه البنات ما يمكنش، شحال بنينه شحال زوينه كتحمق. انتما كتشوفوا نسيت ما ضفت النعناع ما قلت لكم في الاول. ها هو البنات بعد ما طاب صفيت لكم البيبيشات هكا بوحدهم، راه طايب كيتسلخ من الببوشه ديالو. غنوريكم كيفاش. انتم البنات شوفوا تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك. وهذه المريقه من بعد ما صفيتها اللي بغى يشربها هكايا راه مفيده بزاف البنات، كتطلع يعني مفيده بزاف للذات كما كتشوفوا. كنتمنى البنات الوصفه تكون عجباتكم، ما تنسونيش من لايك واشتراك وتفعيل القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم مني دائما كل ما هو جديد. نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. Zamana boyun eğmez, yıllar geçip gitse bile gitmez bıraktı.